خاص الجميع يعرف في الداخل وفي الخارج على ان التحديات ماشي حنا اللي تنقلبوا عليها، بالحق الا لقيناها في طريقنا تنعرفوا نتغلبوا على التحديات. حنا شعب التحدي منذ القدم وسنبقى شعب التحدي. المغاربه الحرار، تحيه لكم اخوكم عادل الريفينو قاهر كلاب نتاع جوارينا. قاهر الكلاب نتاع جوارينا. وإلا بغيتو تعرفوا علاش قلت لكم قاهر الكلاب نتاع جوارينا، الكلاب نتاع الاعلام نتاع الزيكو في نباح على ملاعب المغرب. في نباح قاسهم واحد السرعه وقاسهم واحد الجنون. علاش؟ المغرب ما عندوش ملاعب، المغرب غير جاهز باش ينظم كاس افريقيا. اجي المغاربه تشوفوا وتسمعوا اشنو كيقولوا الكلاب نتاع الاعلام الزيكو نتاع جوارينا، ونمشي معاكم للتقطاع. تعرف باللي حنا واجدين باش ننظموا كاس افريقيا الامم 2025، ما عطاوهالناش. المغرب ما راهمش واجدين، واليوم راهم يلقاو في الاعذار باش تتاجل، باش ما تتلعبش 2025. هل هذه اعذار من اجل؟ لا، هما راهم يلقاو في الاعذار اليوم، راهم يجيبوا في الاعذار باش ما يلعبوهاش. راهم يقولوا جات لنا مع كاس العالم تاع الانديه، نستناو حتى تخلص كاس العالم للانديه. هما ما بيهمش هذيك، ما راهمش واجدين باش يلعبوا كاس، باش ينظموا كاس افريقيا الامم في التاريخ المحدد نتاعها. ما راهمش واجدين. انا احدثك على 25. المغرب لا يضاهي الجزائر في المنشآت الرياضية. غير جاهز بالنسبة للجزائر. كيف تفضل يعني بلد يضع أمامك مشروع بناء وترميم ملاعب؟ أنت يعني قدمت بعض الصور لملاعب تنزانيا وما إلى ذلك. صور إسحاق. طيب، كنت أتمنى يا عماد لو سألتني قبل إعداد هذا الحصة لسلمتك صورة لملعب الرباط. لم أكن أتوقع بأن المغرب الأقصى يمتلك ملعب كارثي مثل ما هو عليه ملعب الرباط، والذي احتضن إحدى اللقاءات وكانت على ملعب يصلح لأي شيء إلا لبعث الأبقار، يعني لتأخذ من ذلك العشب ما تراه مفيد لبطنها. لذلك أنا أقول لماذا نتحدث على 27؟ لنقف عند 25. المغرب ليس جاهز أمام الجزائر، وإذا سلمنا بأن الذي يتقدم للترشح يقدم برامج على الورق ويعني صور لما سوف تكون عليه الملاعب بعد سنة أو سنتين، أقول كيف يكون هذا العمل بمكيالين؟ والبلد المجاور الذي هو الجزائر يمتلك حاليا ملاعب جاهزة مجهزة لا ينقصها إلى بعض الرتوشات على أرضيات الملاعب التي قد تأخذ من الزمن أسبوعين أو 3 لتصبح حلة يعني قابلة لاحتضان أكبر المباريات على المستوى العالمي وليس الإفريقي. الحسن الثاني الله يرحمه قال المغاربه شعب التحدي، والحسن الثاني رحمه الله عليه ملي كان كيقول الكلمه راه كيضرب لها 100 و1000 معنى، وكيضرب لها 100 حساب وحساب. نحن المغاربه نحن شعب التحدي. الكلاب نتاع الاعلام ديال الزيكو منين وصلهم الصهد ان الافتتاح نتاع ملعب الرباط او ملعب مولاي عبد الله غادي يكون في 5 في هذا الشهر، هذا شهر 9، يعني وغادي يكون افتتاح عالمي ما شاء الله. الصحافه والرياضيين والاعلاميين ديال العالم كامل دابا حاليا راهم في مدينه الرباط في العاصمه نتاع المملكه المغربيه. هنا الاعلام نتاع الزيكو جاه سعار، ولهذا راه كينبح صباحا ومساء من اجل باش يشوه الصوره نتاع ملاعب المغرب ويشوه الصوره نتاع المملكه المغربيه. احنا كما قلت لك الكرغولي البردع، كما قال الحسن تي رحمه الله عليه، المغاربه شعب التحدي، وحنا المغاربه كنخدموا الدق والسكات، كنشتغلوا في صمت، ودائما ما كنقولوش غادي نديروا، لا احنا المملكه المغربيه حتى كنديروا عاد كنخليو العالم يتكلم على الانجازات اللي كنديروهم حنايا. اذا القافله تسير والكلاب تنبح. القافله تسير هي المملكه المغربيه، والكلاب تنبح هما جوارينا اصبحوا حاليا جوارينا رجعوا اليوم قدام المملكه المغربيه كلاب تنبح على واحد جارتهم اللي هي قافله تسير. شوف فين كيبسطوا راساتهم، شوف فين كيحطوا راساتهم في واحد المواقف اللي العالم كامل كيضحك عليهم. العالم كامل كيضحك عليكم يا الكراغله، لان نتوما الدوله الوحيده في العالم
اللي ما عمرها غتقول ان المملكه المغربيه راها في تقدم، او ان المملكه المغربيه راه غاديه او ماشيه في واحد الطريق مستقيم، او ان المملكه المغربيه دارت انجازات. الدوله الوحيده المغاربه اللي ما تنتظروهاش انها تشكركم ولا تكبر بكم او تفتخر بكم او تعتز بكم، الا وهما هاد جوارينا الكلاب. كيقول لك واحد المثال، كيقول قبل ما تشري الدار حتى تسول على الجار. وانا غادي نقول لكم يا الكراغله مبردعين، الله يحرق جد الجغرافيه اللي حطتنا قدامكم، الله يحرق جد الجغرافيه اللي حطتنا قدامكم. صبحتوا مدلودين، صبحتوا منبودين، وليتوا كي الكلاب غير تنبحوا مبردعين، الخرطي في الخرطي، سامحين في بلادكم ومقابلين جوارينكم، سامحين في بلادكم ومقابلين جوارينكم. علاش؟ العلم لله، العلم لله. الا كان الحسد والحقد كيوصل بنادم انه ملي يفيق الصباح هو ينبح على جارو، فهذا راه شرف لينا، والله العظيم الا شرف لينا. الا كان الحقد والحسد ان يوصل جارو ملي يفيق الصباح هو ينبح على جارو، فهذا راه شرف لينا. انا كنقولها لك الكرغولي من بعد، احنا ماذا بينا ملي تفيقوا نتوما تنبحوا، وملي عرفناكم وانتم تنبحوا، ولا انجاز درتوه، ولا انجاز واحد درتوه في ديك المقاطعه الفرنسيه. ملي تفيقوا الصباح وانتم هذا دار، هذا ما دارش، هذا دار، هذا ما دارش، انتم التبون ديالكم دابا راه في شهر ملي مشى ما رجع، وجبتوا فيديو مفبرك على انه راه جا ودار اجتماع نتاع الوزراء ودار هذا باش تفي تقلب على تبون ديالك مقابل انت سيادك المغاربه اللي عايشين مع مالكم وعايشين وسط مالكم. وراه حشمت، كنحشم والله الا شوف كنحط لك الفيديوهات كنحشم ونقول لك شوف الملاعب تاع المغرب، والله العظيم الا وليت كنحشم، وليت كنحشم. الصحافه نتاع العالم، الاعلام تاع العالم راه في دابا حاليا في العاصمه في الرباط باش يغطي الحدث نتاع الافتتاح اللي غادي يكون افتتاح مستوى عالمي. والكرغولي كيجي يقول لك المغرب غير جاهز، المغرب ما عندوش ملاعب، حق ملاعب المغرب عباره عن فوتوشوب، حقا كيقول لك المخزن راه يكذب على الشعب ديالو ما غادي لا ينظموا لا كاس افريقيا ولا هم يحزنون. وهذا الشيء هذا اللي راك كتشوفوا، هذا الشيء هذا راك كتشوفوا صوب شنقريحه، هذا الشيء هذا اللي كتشوف فيه صوبتو لي نتايا يا الكلب بالكلب الاخر صوبتو لي نتايا. نتوما جمجمه نتاع جد جدكم ما قدرتوش تجيبوه، جمجم ديال جد جدكم ما قدرتوش تجيبوها يا جدكم. وجاي عند سيادك المغاربه تقول لهم المغاربه ما عندهمش ملاعب، ما عندهمش غير جاهزين غير. نتوما ملعب واحد 14 سنه وانتوما تبنيو فيه حتى جاو الشناوه كملوا لكم 14 سنه، يعني حشومه كاع تقولوها كاع. المسجد عنده 20 عام حتى جاو المغاربه والشناوه بناوه لكم، وتجي تقول المغرب غير جاهز باش ينظم واحد التظاهره كرويه او شي حاجه. وحنا اذا قلنا راه قادرين ننظموا جوج تاع لي كوب دي موند، راه القول والفعل، القول والفعل. اما نتوما هذه نتاع بلادكم تنظم جوج تاع لي كوب دي موند راه عندها 30 عام ولا 35 عام اللي قالها بوتفليقه، وانتوما ملعب واحد ما قدرتوش تبنيوه، ونهار بنيتو الملعب ما قدرتوش تسميوه، ما قدرتوش انكم تعطيو له اسم على واحد من داك 20 مليار تاع الشهداء اللي عندكم، مشيتو سميتوه على نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا دار بالازان تاع الفلوس، والملعب نتاعكم اصبح مزبله، ورانا حطيت الفيديوهات نتاعو ماشي مره ماشي جوج. وتجي عند سيادك المغاربه تقول لهم المغرب غير جاهز باش ينظم تظاهره كرويه او كاس افريقيا او. وحنا راه قادرين ننظموكم حتى نتوما، وقادرين ننظموا لكم حتى دوك الطوابير ديالكم، الطوابير اللي راكم كتموتوا فيها، اللي راكم كتدافعوا شي كيقتل شي عدسه شي حليب، حنا قادرين ننظموا لكم الطوابير وننظموها لكم غير حنا المغاربه، غير بمواقع التواصل الاجتماعي، انت وقف هنا انت وقف هنا انت وقف هنا. وتجيو يا الكلاب، تجيو يا الكلاب ملي يفيق الصباح نتوما تنبحوا على سيادكم المغاربه. ولكن انا هذا شوف، انا هذا شرف ليا وهذا فخر ليا انك يا الكرغولي مبردع مخلي بلادك، ما كتعرفش الرئيس ديالك فين راه، ما كتعرفش حتى شكون كيحكم فيك ولا شكون كيسيرك، ومقابل سيادك المغاربه. اذا انا هذا شرف ليا وشرف كبير انني عندي جاري كلب كينبح عليا.
المغاربه الحرار شعارنا الخالد الله الوطن الملك عاش الملك الصحراء المغربيه. وتحيه للمغاربه الحرار وتحيه للجاليه المغربيه خارج المملكه المغربيه. القاكم فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم.